لو حد أجبرني أمضي على إيصال أمانة، إيه اللي بيحصل؟ ما تخافش وما تفكرش إن حقك ضاع. السؤال بيقول لو حد مضاني على إيصال أمانة غصب عني أعمل إيه؟ أول حاجة المفروض تعملها إنك تثبت موضوع الإكراه ده، لأن القانون بيقول إن أي ورقة أو إيصال أمانة اتوقع عليه بالإجبار بيكون باطل. يعني لازم تتحرك بسرعة وتعمل محضر في اسم الشرطة وتحكي الواقعة، وتحاول تثبت لو كان في شهود حاضرين الإكراه أو التهديد لازم تجيبهم يشهدوا، أو في رسائل أو تهديدات بتثبت إنك كنت مهدد هتفيدك قوي قدام المحكمة. ولازم تبقى فاهم معلومة مهمة قوي، إن من أهم بطلان أي إيصال أمانة إن يكون متوقع عليه نتيجة إجبار أو إكراه مادي أو معنوي. معنى كده إن لو اترفع عليك قضية إيصال أمانة وقدرت تثبت إنك كنت متوقع عليه بالإكراه هيتحكم لك بالبراءة. وما تخافش لو حد حاول يضغط عليك أو يجبرك على توقيع إيصال أمانة، ما تخافش، القانون معاك وفي طرق كتير قوي تعرف تدافع بيها عن نفسك. أهم حاجة إنك ما تسكتش وتلجأ للخطوات القانونية الصح عشان تعرف تحمي حقك، واعرف إن محدش يقدر يضيع حقك طول ما أنت عارف القانون.